أهلا بكم أصدقائي ومرحبا بكم في فيديو جديد في توقعات جديدة ليوم الثلاثاء أصدقائي. المهم أصدقائي، كما تلاحظون في جدول المباريات الذي اخترتهم هناك تقريبا 5 مباريات، 2 منهم من الشامبيونز ليج، يعني تصفيات في إياب تصفيات دوري الأبطال، وكذلك مباريات من الدوري السعودي. كما تلاحظون المباراة الأولى، قبل أن أختار المباراة الأولى أو توقعات اليوم، أرجو منكم أن تعمل زر لايك إن لم تعمله، والتعليق يعني يكون جميل مثلك صديقي، وأرجو منكم يعني التفاعل في القناة، لأن القناة منذ مدة وهي يعني محبوسة، فالمرجو منكم الدعم في القناة. المهم نبدأ أصدقائي التوقعات. نذهب إلى المباراة الأولى بين التعاون والفيحاء. كما نلاحظون أن المباراة ستكون صعبة على التعاون، رغم أن الفيحاء يمر بظروف صعبة، ولكن توقعاتي يعني تقريبا إن لم أقول 85% إلى 90%. أحسن توقع في هذه المباراة هو أن التعاون لا تخسر المقابلة. حظ مزدوج لصالح التعاون لا تخسر المباراة. المهم أصدقائي، نذهب إلى المباراة الثانية بين النصر السعودي. نلاحظ أن الاتفاق يمر يعني من فترة صعبة، خصوصا في بداية يعني بداية الموسم. أنا أرشح المباراة يعني صعبة على النصر، لأن الاتفاق في ميدانه، ولكن المشكل والخلل الدفاعي الكبير الذي يعاني منه الاتفاق، ألاحظ أن النصر سيستغل هذه النقطة بالذات، وتوقعي لهذه المباراة أن النصر يسجل هدفين رغم أن رونالدو غير موجود. تقريبا كل الصحف تقريبا تقول أن رونالدو لن يكون في هذه المقابلة. مازال لم يؤكد رسميا، ولكن أعتقد أن رونالدو لن يكون في هذه المقابلة. ومع النجوم كثر، جاو فيليكس، ماني، يعني والأسلوب الذي أصبح يلعب به النصر، يعني سهل جدا أن يسجل النصر هدفين على اتفاق، وهذا هو توقعي لمباراة النصر والاتفاق. نمر إلى المباراة الثالثة من الدوري السعودي، والمباراة الشباب والرياض. صراحة الشباب رغم أنه يعاني يبقى أحسن من الرياض بدرجات. الرياض عانى مع فرق كبرى، ولكن الشباب، أقصد أصدقائي سامحوني، أقصد أن الشباب عانى مع فرق كبرى، والرياض دائما يعاني، يلعب أسلوب دفاعي، لاعبين غير منظمين، وكذلك ألاحظ أن الشباب سيستغل هذا الأمر، وهو يعني متواجد يعني في ميدانه، سيلعب بأسلوبه الهجومي، يعني عنده لاعبين صراحة يمتازون بالتسديد. وأن ألاحظ أن المقابلة ستميل إلى الشباب، ولكن أحسن توقع يميل إلى الأمان ب90% إلى 85% هو الشباب لا تخسر المقابلة. حظ مزدوج لصالح الشباب. نمر إلى الدوري الأوروبي. بالنسبة لي مقابلة بودو غليمت مع نيخمان، هذه المقابلة انتهت في هولندا ب3-0 لصالح بودو غليمت. لن نرفع سقف التوقعات، المقابلة تبقى يعني فيها مفاجآت، قد تميل إلى تكتيك، ولكن نيخمان سيغامر، مدرب هجومي سيغامر في هذه المقابلة، وأعتقد أن المقابلات ستميل إلى الركنيات أكثر. بالنسبة لي أكثر توقع يعني منطقي في هذه المقابلة أن المباراة تصل إلى 8 ركنيات. هذا هو توقعي في هذه المقابلة. نمر إلى المقابلة الأخرى، لاس كلينز مع السيلتيك. مقابلة صعبة على لاس كلينز في ميدانه، خصوصا أنه خسر في الذهاب تقريبا ب3-0. المقابلة لن تكون سهلة كذلك للسيلتيك، لن تكون سهلة للاس كلينز. توقعي بالنسبة لهذه المقابلة عندي فيها 2 توقعات. التوقع الأول هو هدفين أو أكثر بين قوسين في المقابلة. هذه المباراة أكيد ستشهد أهداف. المدرب لاس كلينز ما عنده ما يخسر، يعني المقابلة سيخرج ليلعب الكرة، وهذا سيستغله السيلتيك، وأنا أظن أن المقابلة ستكون فيها أهداف، وهدفين أو أكثر في المقابلة. وثاني توقع بالنسبة لي أكثر منطقية هو 8 ركنيات. مهم أصدقائي، هذا هما توقعاتي بالنسبة اليوم. أتمنى منكم الدعم في القناة لنصل إلى
احتراف وتوقعات احترافية إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله في فيديو جديد.